مرحبا بكم. نبدأ وإياكم مشوار حلقة جديدة من نون من على منصة نخيل عراقي. أهلا بكم. يا ليلة العيد أنستينا، كل عام وانتم بخير وعساكم من العايدين، وينعاد على كل أحبابكم وكل الأعزاء على قلوبكم بالخير والسلام، وينعاد على بلدنا وأهلنا وناسنا بكل مكان بخير ومحبة وطمأنينة. طبعا تتوقعون بما أنه منطق الماكينة موجود إذا احنا بدنا نحكي عن ذكرياتنا عن العيد، لكن بالحقيقة أنا راح أحكي بنقطة أخرى تماما لكن إلها علاقة بالعيد. بليلة العيد ريحة الكليشة بالبيت وهي جاية من الفرن. طبعا فرن السوق يختلف عن الشوي بفرن البيت، والكل تصر انه تشوي بالفرن مال الصمون. الكليشة، الدشاديش اللي تتخيط والبجايم اللي ليلة عرفات، وايضا كل الأكلات تتحضر لأنه الغداء بالبيت الكبير، بيت الأخ الكبير أو بيت الأب والأم إذا الله نعطيهم عمر وصحة، والدشاديش البيض للشباب والبنات يلبسون الدشاديش الموردة والحلوة. هواي تفاصيل حلوة عندنا بعيدنا. لكن الآن إحنا بهذا الزمن أشقد من بناتنا ونسائنا دا يحافظون على هذه العادات والتقاليد. جزء كبير من عندنا قد يكون فقد أهله، يعني بيت الجد والجدة، وأصبح فكرة العيد محصورة ضمن العائلة البسيطة. نعطي عيديات للأولاد ويلبسون هدوم جديدة وخلص، يعني ماكو زيارات، ماكو أخوة يجون، أخوة نروح يمهم. مرات عندنا شغل يكونوا إحنا بالعيد بحكم ارتفاع الكلف المادية والاقتصادية للأسرة، فلازم الأب يشتغل بالعيد والأم أيضا ممكن يكون عندها عمل بالعيد. فاختصرنا بعض التفاصيل، أو نقول يابا وين بينا حيل قابل أهل قبل موجودين حتى دا نحيي كل هاي الطقوس. أكو جزء كبير من عندنا جالية عايشة بالدول العربية وجالية عايشة بالدول الغربية، أبنائهم تربوا هناك وأهاليتهم أو العائلة الممتدة ما موجودة، فالعيد تماما ما يعيشوا ولا يعرفوا. لكن الأم هي من الجيل اللي عاش العيد بتفاصيله، فلهذا لازم هي تنقل هذه العادات والتقاليد وتحافظ عليها. لازم كلش ضروري احنا نحافظ على سياق العادات والتقاليد والطقوس اللي تخصنا، ننقلها إلى أولادنا. نستقطع وقت من جهدنا، من تعبنا، من أرقنا، أي تفصيلة نستقطع من عندها وقت ونصبها لتهيئة أجواء العيد. إن شاء الله احنا 3 نفرات العائلة لازم نعيش أجواء العيد. ليش لازم نعيش أجواء العيد؟ لأنه أبنائنا ضروري ينقلون هذه العادات لأبنائهم، لأنه جزء من الهوية المجتمعية وجزء من الانتماء النفسي للأطفال أنه يعيشون هذه الطقوس. الطفل اللي ما عنده انتماء من خلال هذا النوع من العادات والتقاليد هو راح يعيش فراغ نفسي كبير، راح يفقد الهوية اللي تخصه. كل الأولاد اللي عايش معاهم راح يحجون عن تفاصيل هو ما يعرفها. السبب بهذا أنه الأم والأب مشغولين، الأم والأب ما بهم حيل، الأم والأب مدوختهم الدنيا، لكن حيترك هذا الموضوع ثغرة نفسية داخل الطفل. أيضا هناك نقطة جدا مهمة، أنا من خلال هاي الطقوس اللي دا أسويها بالبيت راح أقدر أربي ابني تربية نفسية وأعلمه على انضباط الأسرة، على الانتماء للأسرة، مو فقط إلى بلده أو إلى عاداته وتقاليده وفق مجتمعه. راح أقدر أقدم له نصيحة معينة، وإذا كان عنده سلوك مشاكس معين أقدر من خلال هذا الطقس أني أقومه من خلال النصيحة والكلام الحلو اللي يصير دائما بوقت الجمعة الحلوة. حتى العيديات نحافظ عليها، لا تكون فلوس فقط، خليها تكون أشياء بيها قيمة حقيقية إله.
بيها جهد مبذول من الأم والأب، مو أنه يلا كل عام وانت بخير وهاك هاي 25,000 أو 50,000 أو حتى يطوا $100 حسب الدخل العائلة يعني. هذا الموضوع راح يتفه فكرة الطقس العيدية اللي هو مهم جدا. لهذا السبب لا تتصوروا موضوع سهل وبسيط أنه إحنا ما نحتفل بطقوس العيد. الأساس بهذا الموضوع هي المرأة، هي الأم داخل البيت، أو هي البنت داخل، لربما أمها كبيرة والأخوة كلهم مشغولين والأب رجل كبير. الأخت الكبيرة تعمل على أنه تهيئ هاي الطقوس وتسوي جمعة الغداء مال العيد، ويسوون القمر الصبح من يرحون بعد الصلاة، صلاة الفجر. فكل هذه التفاصيل، يعني أقصد صلاة العيد، كل هذه التفاصيل ضروري نحافظ عليها، ننقلها لأبنائنا، لأنه إحنا راح نعلمهم معنى قيمة الانتماء ونعطيهم هوية مجتمعية مهمة جدا. عيدكم مبارك وأستودعكم الله.